كيف يمكن لشاب بطال أن يحترم شرطيا أو من يميز أو من يمثل الدولة، في حين أن هذه الدولة ليست لها أي شرعية وليس لها أي هيبة؟ أصحابها أو المنتمون إليها يسرقون وينهبون ويستولون على أموال الشعب. فكيف يمكن لشاب بطال أن يقبل بأن تأتي وتحاول تطبيق القانون؟ هو لا يؤمن بهذا القانون. القانون هو قانون الواقع. أنا أريد الحياة وأنت تمنعني من أن أعيش. عندما أخرج في مظاهرة سلمية مطالبا بعمل شريف يرمى بي في السجن. حذرنا هنا في علاقة في الاستوديو من أنه عندما تنتهي الأموال سيكون الرد الوحيد للنظام الجزائري هو العنف. ولكن الكثير من الذين خرجوا إلى الشوارع هم الذين قاموا أيضا بتعنيف رجال الأمن من خلال حتى الفيديوهات التي رأيناها. نعم حدث. لكن سي عبد الحكيم، ماذا حدث في عنابة؟ حدث أيضا في فرحونا اليوم. الناس طالبوا فقط بمياه الشرب، ذهبوا قالوا أعيدوا لنا طريقة تقسيم المياه التي كانت موجودة سنة 94، فوجدوا الدرك والشرطة بالهروات. الناس خرجوا في عين رنات في مدينة سطيف يحتجون على قائمة السكنات التي ألغيت والسبب غير مقبول. إذن في كل مطلب الآن يقابل بالعنف. لماذا؟ لأنه لا توجد أموال يشترى بها الآن السلم الاجتماعي.